السلام عليكم، تحية طيبة للخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أنا بغيت نفهم حاجة وحدة، الصحفيين والإعلام في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي اللي كينتقدوا الوداد على الأداء ديالو في المونديال الأمريكي المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد خسارته لمباراتين أقصي بصفة رسمية، وكيبان لي بعض الإخوة المغاربة بقى فيهم الحال وما عجبهمش الحال، يعني وكينتقدوا الوداد على أساس أنه دار أداء سيء وما كانش في المستوى إلى آخره. يعني شنو كنتِ كتستناو من الوداد ديال الخوت؟ واش بغيتوه يقصي السيتي والّا غيقصي اليوفي، والّا غيربح ليهم كاملين وترأس المجموعة؟ يعني بالإمكانيات البشرية والمستوى التكتيكي والفني ديال فريق الوداد، إلا جينا نقارنوه مع السيتي، راه الخوت نكونوا واقعيين وبعيدًا عن العاطفة، راه المستوى ما بين الفرق ما بين السماء والأرض. ما يمكنناش نقارنوا البريمير ليغ مع البطولة الوطنية اللي الوداد ما استطاعتش حتى انها غادي تربح هذه البطوله وتكون البطل ديال البطوله، وكتخسر وخسرات بنفس النتيجه 4-1 مع المغرب الفاتي، وخسرت مع بركان. يعني كتخسر مع فرق من البطوله الوطنيه، اللي راكم عارفين المستوى ديال البطوله كي داير. ولهذا ما يمكن ليناش الخوت خصنا نكون واقعيين، ما يمكن ليناش غنستناو من الوداد دير شي حاجه من غير هذا الشيء اللي دارت. هو مزيان ومزيان وبرافو الوداد، منين ما خسروش بشي نتيجه ثقيله، يعني ما كلاوش شي 6 ولا 7 ولا 8 ديال الاكوال من السيتي ومن اليوفي. يعني برافو الوداد. وما نساوش حاجه وحده الخوت، مازال عندها ماتش الاخر مع العين الاماراتي اللي غيتلعب نهار الخميس ان شاء الله، وكنتمنى الوداد تربح هذا الماتش هذا، ماشي باش تحفظ ماء الوجه او باش تجيب 3 نقاط او شيء من هذا القبيل، او دير لنا خروج مشرف الى اخر ذلك، وانما باش تربح 2 مليون دولار اللي ممكن غتمشي بها الامور ديالها، وغادي تزيد تطور ان شاء الله. وكنتمنى لها التوفيق مستقبلا ان شاء الله. وكنتمنى ان نادي الوداد الرياضي ولا الفرق ديال البطوله كاملين ولا البطوله بحد ذاتها كامله انهم غيزيدوا يخدموا ويتطوروا ويرفعوا شويه من المستوى الفني ديالها. هادشي اللي كاين الخوت، ما تنساوش تشاركونا الاراء ديالكم، وكنحيي النادي الوداد الرياضي، وكنحييكم كاملين، والسلام عليكم.